أعطي الميكروفون لذلك الشاب الجالس في الأمام. نعم، هو نفسه. أريد أن أرى إن كان سيطرح علي سؤالا جيدا، فأنا أعلم أنه لا يحبني. كريستيانو، سعيد بالحديث معك. أود أن أعرف ما أصعب شيء في خوض بطولة كأس العالم وأنت في 41 من عمرك؟ أصعب شيء هو الحديث مع بعضكم أنتم، خاصة أولئك الذين لا يحبونني، وأنت واحد منهم، وأنا أعرف ذلك جيدا. أنا أتذكر وجوه الناس بسهولة، يكفيني أن أراها مرة واحدة حتى لا أنساها أبدا. أما اللعب في كأس العالم بعمر 41 عاما فأعتقد أنها تجربة رائعة، فلكي تصل إلى هذا المستوى عليك أن تضحي بالكثير من الأشياء، وهذا ما فعلته طوال مسيرتي. كما كان علي أن أتكيف مع متغيرات العمر، وأن أدرك أنني لم أعد اللاعب نفسه الذي كنت عليه في الماضي، لكن هناك أمرا واحدا لم يتغير، وهو أنني ما زلت أسجل الأهداف، وآمل أن أسجل غدا أيضا، وإن لم أسجل فأتمنى أن يسجل أحد زملائي وأن نتأهل. في النهاية هذا هو ما يبقى في الذاكرة، أن تتأهل وأن تخوض مباراة كبيرة أمام منتخب قوي، وسيكون من الرائع أن نهزم إسبانيا غدا.